انت بتذاكر الماني علشان عايز تسافر تدرس او تشتغل في المانيا، فالفيديو ده ممكن يوفر عليك وقت كبير جدا من حياتك. لو انت بتذاكر الماني فانت محتاج تمتحن امتحان معتمد عشان تثبت بيه مستوى. انا اتعلمت الماني من الصفر لحد مستوى C1 ونجحت في امتحانات مختلفه زي جوتا، تسضاف، امتحانات المعادله التخصصيه الطبيه المستوى C1 وكلها من اول مره، وكنت بحضر لوحدي. والخمس طرق اللي هقول لك عليهم في الفيديو ده مش بس ساعدوني ان انا انجح في الامتحانات دي كلها بسهوله، بس كمان خلوني ان انا انمي اللغه بتاعتي كويس، مش بس ان انا انجح في الامتحان بس اتكلم الماني كويس واقدر اشتغل بالالماني في مصر كول سنتر على سبيل المثال. ولما سافرت المانيا عرفت اشتغل من اول شهر. لا، عمر تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين. وفي الدقائق الجايه هنعرف مع بعض 3 حاجات اساسيه. انهي امتحان الماني انت المفروض تختاره اللي هو مناسب لحالتك بالظبط، كام شهر انت محتاج فعلا عشان تحضر للامتحان، واهم جزء ازاي تحضر لكل جزء في الامتحان عشان كل جزء مختلف وكل جزء بيتحضر له بطريقه مختلفه. وفي اخر الفيديو هنجمع كل النقط دي بخطه كامله بالمصادر عشان تقدر انت تبدا بيها من بكره الصبح من غير ما تدور على حاجه ثانيه. وعلى فكره لو حاسس ان الكلام ده مفيد بالنسبه لك، انا بنزل فيديو كل اسبوع عن السفر وتعلم الالمانيه، ما تنساش تشترك في القناه عشان ما يفوتكش المحتوى الجاي. مبدئيا امتحانات الالماني دي هي اشكال مختلفه بس هي كلها بتقيس المستويات اللي اوروبا او الاطار الاوروبي حاططهم عشان يعرف بيه كل مستوى قد ايه انت بتعرف في الالماني. المستويات دي هم 6 مستويات، اقلهم A1 ده اول مستوى خالص، اعلاهم C2. C2 ده بمثابه ان انت اخد دبلومه في اللغه الالمانيه. اشهر الامتحانات دي هي امتحان جوتا اللي هو بيقدم من معهد جوتا اللي موجود في كل حته في العالم، منها مصر في القاهره واسكندريه والغردقه. والامتحانات بتاعت جوتا دي امتحانات عامه، يعني هي بتقيس اللغه بشكل عام، مش عشان انت تدرس مثلا جامعه فيبقى الامتحان اخد شكل اكاديمي زي مثلا ايلتس اكاديميك او توفل في الانجليزي، ولكن هو بيقيس بشكل عام اللغه بتاعتك، وده بيبقى غالبا مطلوب لو انت رايح تشتغل او انت بتعمل تدريب مهني في المانيا. اشهر الامتحانات بتاع جوتا مستوى A1 او A1 ده لو انت بتقدم على فيزا لم شمل. غير كده اي مستوى تاني زي مثلا ان انت تقدم على فيزا تدريب مهني او سبيلدونج او ان انت تعدل شهادتك علشان تشتغل في المانيا، فبيطلب مش اقل مستوى B1، يا اما B1 يا اما B2، ويفضل B2. وساعتها قدامك ان انت تمتحن امتحان جوتا اللي هو جوتا B1 او جوتا B2، او ان انت تمتحن النوع المقابل التاني الاشهر برضو وهو تلك برضو نفس المستويات وتلك بس كده، ده برضو امتحان عام. وتلك مش بتمتحنه في معهد جوتا ولكن بتمتحنه عند مراكز تانية خاصة اخدين الاعتماد ان هم يمتحنوك امتحان تلك، ودول موجودين او زادوا جدا في بلدان العربية. مصر على سبيل المثال بقى هم كتير وفي كل شوية مراكز بتاخد الاعتماد ان انت تروح تمتحن عندهم، فهتلاقي مواعيد نسبيا اسرع من الامتحانات بتاعت جوتا، والناس بتروح تمتحن الامتحانات بتاعت تلك اكتر علشان هي نسبيا اسهل، او يعني ده الرأي العام بتاع الناس اللي بتمتحن امتحانات تلك بقى في امتحانات تانية هي امتحانات متخصصة، يعني مثلا في امتحان تلك اسمه تلك B2 فليجا او B2 فليجا، ده مخصوص عشان التمريض لو انت بتقدم على الاعتراف بتاع الشهادة بتاعتك، بس هو مش الزامي. يعني في معظم الاماكن في المانيا ممكن تمتحن الامتحان العام B2 العام، مش لازم تمتحن بتاع التمريض ده. وعلى الجانب التاني بقى لو انت عايز تدرس جامعة في المانيا فانت بنحتاج ان انت تمتحن امتحان اكاديمي. يعني ايه؟ يعني هو مخصص للناس اللي هتدرس جامعة بعد كده، وده في منهم لو انت هتمتحن تلك في امتحان اسمه تلك C1 هوخشوله اللي هو يعني مستوى C1 للجامعة، او امتحان تاني اسمه تسضاف ده بيمتحن في معهد جوتا، ولازم برضو تكون جايب في المستوى اللي بيقول ان انت ما بين B2 و C1، وده اللي انا كنت امتحنته لما انا كنت بفكر ان انا ادرس ماجستير. وفي انواع تانية من الامتحانات زي امتحان مثلا اسمه DSH او DSH، ده غالبا موجود جوه المانيا بس، يعني انت لو في المانيا هتقدر تمتحنه وما لهوش اقبال زي الانواع التانية زي مثلا تلك وتسضاف، ده برضو امتحان اكاديمي للدراسة. ليه ما لهوش اقبال؟ عشان الامتحانات التانية دي اسهل او في مصادر كتير للمذاكرة بتاعتها، فانت بتعرف تحضر له احسن ونسبة النجاح فيه اعلى من معظم الناس اللي بتخش الامتحان دي كلها الامتحانات اللي طالعة من المانيا، يعني هي في معاهد لغوية في المانيا اللي اخترعتها. في امتحان تاني اسمه OSD ده امتحان نمساوي، ده بيعادل الامتحانات العامه الالمانيه بس جاي من النمسا، وتقدر تمتحنه برده في مصر وبرده معترف بيه في المانيا. يعني انت بتقدم على اي حاجه مثلا عايزه تلك B1 او تلك B2 ممكن تاخد امتحان OSD وتقدم بيه. طيب انت محتاج في كل جزء قد ايه علشان انت تكون وصلت مذاكره؟ لو انت بادئ من الصفر خالص كده تعرفش ولا كلمه الماني، علشان تبدا ان انت تتعلم كل مستوى وتوصل للمستوى اللي انت عايزه مثلا B2 وتنجح فيه. الموضوع ده فردي يعني بيختلف من شخص للتاني، بس هو في المتوسط وفقا يعني للاحصائيات هم شايفين خبراء اللغه ان انت لو قعدت تذاكر شهرين ل3 شهور تعرف ان انت تخلص مستوى مثلا من دول بسهوله لو انت مركز وبتذاكر على الاقل مثلا 3 4 ساعات في اليوم. يعني شهرين ل3 شهور تكون خلصت A1 مثلا، وبالمعدل ده تكون وصلت مثلا لحد C1 في مده من سنه لسنتين، برضو على حسب انت وشطارتك والوقت اللي انت تستنفذه، وهل انت بتذاكر لوحدك او مع كورس عوامل مختلف. ده معناه ايه؟ ان هو لو حد قال لك انا هاخد مثلا من الصفر لحد C1
واحد في 6 شهور، او يعني هديك كورس تاخد فيه من صفر خالص لسي واحد في 6 شهور، فده يبقى يعني لما بيضحك عليك، او انت بعد 6 شهور مش هتتكلم الماني. ممكن تنجح في الامتحان بس مش هتتكلم الماني بعد 6 شهور. انا كنت عملت فيديو بشرح فيه بالتفصيل ازاي ان انت تبدا من الصفر خالص، وتبدا انت تمشي مع كتاب معتمد لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه، لحد مثلا مستوى بي 2. بعد ما انت تكون وصلت مع الكتاب اللي انت ماشي فيه لحد المستوى اللي انت هتمتحنه، ان انت تخلص الكتاب ده او تخلص كتاب المستوى ده مش كافي ان انت تخش الامتحان وتنجح فيه. انت تحاول تخلصه، او يعني مش لازم تكون قفلته 100%، بس تكون وصلت ان انت خلصت مثلا 3/4 اخر مستوى، مثلا بي 1 تكون خلصت 3/4 المستوى ده مذاكره من الكتاب اللي انت ماشي معاه. وبعدين تبدا ان انت تحضر لكل جزء من الامتحان على حده. الامتحان بيتقسم ل4 اجزاء. اي امتحان ده ساري على اي نوع امتحان، جزء كتابه، قراءه، تحدث وسماعي. هو بصراحه اي امتحان من الامتحانات المعتمده ده، الامتحان بيبقى ماراثوني، ولازم انت تبقى فاهم هو كل جزء بيتعمل ازاي، بيتحل ازاي في الوقت المناسب، ومتدرب عليه كفايه. لو ما عملتش الكلام ده قبلها مثلا بشهر ولا شهر ونص، صعب ان انت تنجح في الامتحان حتى لو انت مستواك عالي في اللغه. ممكن الكلام ده ما يكونش جديد عليك، بس هو لازم انت تبقى حاطه في بالك وانت بتحضر الامتحان، علشان تبدا ان انت تركز على كل جزء ازاي هتتدرب عليه. انت محتاج مرجع واحد للقواعد، علشان القواعد دي انت هتلاقيها في الاجزاء بتاعه القراءه والكتابه. معظم الناس اللي بتتعلم اللغه ما بتبقاش ظابطه كل حاجه في نفس الوقت، او يعني في قواعد هي بتتنسى شفتها مره واحده. بيبقى اللي عليك، او انت لما تبدا تحل تدريبات بتحضر الامتحان، بتعرف ايه اللي هو انت مش مظبط عندك، فانت تجيب مرجع واحد تبدا ان انت تفتح القاعده اللي انت مش عارفها وتقعد تحل عليها. افضل المراجع دي هو كتاب اسمه اجراماتيك، هو متقسم حسب المستويات A B C، فهو فيه اجراماتيك، بي جراماتيك، سي جراماتيك. فلو انت مثلا القواعد اللي في اول مستويين هتلاقيها في الكتاب بتاع اجراماتيك اللي هو A1 و2، تفتح القاعده هتلاقي مشروحه وعليها تدريبات كتير، فانت تبدا تحل عليها شويه، تلاقي الموضوع ظبط معاك. موضوع بسيط جدا، انت مش هتمسك مثلا الكتاب تقعد تذاكره كله، علشان انت غالبا عارف مثلا 70 80% من المكتوب فيه. بعد ما ده يبقى عندك، تبدا ان انت تخش على الكتب اللي بتحضر للامتحان تحديدا، ودي سهل تعرفها. وعلى فكره اي حاجه انا بقولها هسيبها تحت نفس صندوق الوصف كمصادر، فمش محتاج انت مثلا تكتب ورايا او كده، او ممكن تقولي تحت في الكومنتات، فانا هبعت لك المصادر دي جاهزه ان انت تبدا انت تدور عليها او تشتغل عليها. في سلسله كتب مشهوره اسمها Fit fürs Gute Zertifikat، ده كتب معموله نماذج بتحضرك للمستويات المختلفه. اي امتحان جوتا، يعني اي امتحان جوتا هتلاقي ان هم في كتاب بالمستوى بتاعه، يعني Fit fürs Gute Zertifikat B1 مثلا او B2. امتحانات تلك في كتاب اسمه Mit Erfolg zu تلك دويتش، هحطه برده تحت نفس صندوق الوصف. الامتحانات الاكاديميه زي التستاف، في كتب زي مثلا تستاف تريننج او بروفونجستريننج داف، الاثنين دول برده نماذج الامتحانات. بس خد بالك بقى من النقطه دي، ان الكتب دي في حد هو اللي عاملها، يعني هم اخدوا الجايد لاينز بتاعه الامتحانات او الامتحان المعين ده، عملوا عليه كتاب، دي نماذج حد مؤلفها بس ما جاتش في الامتحان. وده حاجه كويسه ان انت تتدرب على الامتحان شكله عامل ازاي، بس هي في العادي مستواها اقل من المستوى بتاع الامتحان. يعني انت تخلصها على طول، يعني تخلصها الاول، ولو انت حاسس ان انت لما تجيب مثلا فيها 100% فانت مش جاهز 100% للامتحان، انت جاهز 70 80% للامتحان. ازاي تبقى جاهز 100% للامتحان؟ ان انت تبدا تحل النماذج اللي بالفعل بتيجي في الامتحانات، ودي بتلاقيها على المواقع الرسميه بتاعت كل امتحان. يعني مثلا لو دخلت على موقع معهد جوتا او كتبت يعني على جوجل المستوى بتاع الامتحان وجوتا، هتلاقي اخر امتحانات هم بينزلوها على الموقع بتاعهم، فانت بتاخدها تحلها. وفي جروبات فيسبوك او يعني مجتمعات زي مثلا تليجرام، الناس بتحط النماذج اللي بتنزل، والنماذج دي صادق او لا تصادق بتتكرر. فانت المفروض ان انت تبدا تحاول ان انت تخش في الكوميونيتيز دي او الجروبات دي وتحل اكبر قدر من الامتحانات. في ناس يعني كل شغلتها ان هي بتقعد تجمع النماذج دي علشان الناس تبدا ان هي تاخدها تحلها وتستفيد بيها، ومش الهدف هنا ان انت تحفظ الامتحانات او تقعد تنشن على النماذج علشان يجي زيها، ولكن ان انت بتبني فكره عن قد ايه الامتحان بيجي وتحضر نفسك علشان في الامتحان الحقيقي تحس ان انت كلام مش جديد عليك. الجزء بتاع السماع عشان تحضره انت محتاج حاجتين. اول حاجه ان انت تركز على الاستماع بتركيز، ان انت تسمع حاجه هي بالمستوى اللي انت هتمتحن عليه. على افتراض مثلا ان انت بمستوى B1، فانت تقعد تسمع على كل المصادر المجانيه اللي في مستوى B1، ودي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهات هحطها تحت هنا في صندوق الوصف. بس اشهرها مثلا قناه اذاعه زي DW، عندهم منصه كبيره لتعلم الماني، تلاقي متقسمه حتى بالمستويات، ممكن تخش تسمع من عليها كل يوم حاجه مختلفه. او يوتيوب برضو في قنوات تعليميه مختلفه متقسمه بالمستويات، وده ان انت تبدا ان انت تقعد تسمع كل يوم ساعة ساعتين حاجة زي دي. والاوقات التانية اللي انت ولا انت بتذاكر فيها بتحضر الامتحان او انت بتسمع للمستوى بتاعك، تبقى بتسمع حاجة مستواها اعلى منك، ومش لازم ان انت تفهم 100% من اللي بيتقال. تسمع حاجة زي مثلا الاخبار، تفتح اخبار في الخلفية وتبقى بتسمعها وانت بتتحرك في الشارع او ما الى ذلك. بس الهدف ان انت في ودنك الماني بيمرنك ان انا دايما مش بعيد عن اللغة، والموضوع ده مثبت علميا ان دي حاجة مهمة جدا، وبتنقل موضوع السماعي والكلام معاك لمستوى عالي. الاهم الحاجتين دول بقى الكتابة، علشان الكتابة في مشكلة فيها
في الامتحانات معظمنا بيقع فيها، وهي ان انت مش بتدرب عليه كفايه وبتبقى مفكر ان جزء الكتابه اسهل من بقيه الاجزاء، وده العكس تماما. معظم الناس بتجيب درجات عاليه في مستويات زي الاستماع والتحدث، بس بيجيبوا درجات قليله او ما بينجحوش في الجزء بتاع الكتابه. ليه؟ علشان ببساطه الناس بتسقطوا، مش بتذاكروا كفايه، وده مش كويس علشان هو جزء الكتابه اصلا ده اكثر الاجزاء المتوقعه في الامتحان، ان انت تقدر ان انت تقعد تحل مواضيع مختلفه وتجمع مفردات لغويه تقدر انت تستخدمها في جزء الكتابه، بس ان انت تاخد بالك منه ان انت تكتب صح وتلاقي حد ان هو يراجع لك. ده زمان كان مشكله قبل وجود الذكاء الاصطناعي، بس النهارده انت تقدر انت تكتب موضوع كل يوم طبعا بايدك، ده انت الامتحان اللي هتمتحنه كتابي مش على الكمبيوتر، وتصوره وترفعه لشات جي بي تي او كلود او اي حاجه من ادوات الذكاء الاصطناعي دي، هيديك تصحيح ممتاز، يقول لك انت عملت ده هنا غلط ويراجع لك الحاجات دي والحاجات الصح بتاعتها، وتبدا ان انت تاخد الكلام ده كفيدباك وتراجع عليه. والحاجه الثانيه اللي انت لازم برضو تظبطها، ودي هتلاقيها طبعا اول ما انت تفتح الكتب بتاعه تحضير الامتحان دي، ان في اسطمبات او تمبلتس تعلمها ان انت تضيفها في اي جزء من اجزاء الكتابه ايا كان الجزء بتاع الكتابه ده جاي، ودي تعبيرات انت بتستخدمها في التحدث وفي الكتابه، فانت تبدا تجمع التعبيرات دي اللي انت تقدر تستخدمها بشكل مكرر. ولما انت تبدا تحل كل يوم على الاقل امتحان او امتحانين لمده مثلا شهر، فتلاقي ان الموضوع جاي بشكل اوتوماتيك. بس هو يبقى عندك التزام ان انت كل يوم تكتب موضوع، علشان ان شاء الله لما توصل قبل الامتحان بكام يوم هتلاقي ان الدنيا معاك سهله. رابع جزء في الامتحان هو التحدث، وهو جزء المحادثه. يعني يبدو صعب علشان انت تبقى مضطر انت تقعد مع ممتحن او الناس بتمتحن معاك مع المدرس، والموضوع بيبقى فيه يعني ستريس وكده، بس خليني اقول لك من تجربتي يعني من الامتحانات المختلفه كلها ان في معظم الاحيان انت بتاخد درجه اعلى من مستواك، او الموضوع بيبقى اسهل ما انت متوقع. اللي انت عليك تعمله ان انت تكسر اصلا حاجز ان انت تتكلم الماني، فانت محتاج ان انت لو ما بتتكلمش الماني كتير او انت مش في المانيا ولسه في بلدك ومش لاقي حد تتكلم معاه، ان انت تبدا تتكلم كتير مع نفسك. يعني لو مش فعلا خلاص مش لاقي حد تتكلم معاه، اتكلم مع الحيطه، سجل لنفسك واسمع انت الكلام بتاعك عامل ازاي، وتوقع ان انت بتغلط. يعني هو اي حد بيبقى لسه بيتعلم المهاره دي فهو طبيعي ان هو بيبقى بيلخبط في الكلام. معظم الامتحانات اللي اتكلمنا عليها دي بيبقى فيه مونولوج في الاول، يعني انت تاخد موضوع تجمع شويه افكارك عنه وتبدا تتكلم. برضو نفس معظم التمبلتس اللي انت بتستخدمها في المواضيع المختلفه، في قنوات كتير بتجمع التعبيرات دي اللي انت تقدر تحفظها وتستخدمها في المواضع المختلفه. ولو عايز تعرف شكل الامتحان اكتب بس اسم الامتحان والمستوى بتاعه على اليوتيوب، هيطلع لك مصدر، هيطلع لك يعني ناس عامله سيميوليشن او يعني شكل الامتحان قدامك، فانت تتفرج عليه وتشوف الامتحان بيمشي ازاي. لو انت امتحانك قرب او انت كمان كام شهر هتبقى هتحضر نفسك الامتحان، فالخطه لو انا مكانك ان انا احط 8 اسابيع بالظبط ان انا احضر فيهم للمستوى ايا كان ايه اللي انا هروح امتحنه ده. اول اسبوعين هبقى بقفل في المستوى، يعني لو انا مثلا بذاكر في المستوى منشن بي اينز فخلاص هقفل المستوى بتاع بي اينز دوت، سواء انا خلصت او ما خلصتش، بس انا خلاص قدامي شهرين او شهر ونص على الامتحان. من الاسابيع 3 ل 5 هبدا ان انا احل في كل الكتب التحضيريه، وابقى بتارجت ان انا بجيب من 40 ل 60% نجاح في كل امتحان من دول. في الاسبوع السادس والسابع اللي هو خلاص احنا باقي شهر على الامتحان، هبدا ان انا احط التايمر واحل امتحان كامل كل يوم، ان انا بحاول احل الامتحان على بعضه مش مثلا جزء بس سماعي او كتابه، واحاول اراجع الكلام ده بالموديل انسر. اخر اسبوع او اسبوعين قبل الامتحان هبقى مركز بس على كل النماذج اللي انا اقدر اجمعها عن الامتحان بتاعي، واحاول اركز على المواضيع بتاعه الكتابه ومواضيع التحدث عشان دي بتتكرر كتير، ده الواقع. فانا هبدا ان انا اركز عليها علشان لو ربنا كرم يجي لي مثلا موضوع انا كنت عارفه قبل كده وحضرت له، فاعرف ان انا اكرره بسهوله في الامتحان. لو انت عندك امتحان الماني قريب او انت ماشي في سكه تعلم اللغه، انا بتمنى لك كل التوفيق. لو عندك راي ممكن تقول لي في الكومنتات، هبسط جدا. وما تنساش تشترك في القناه عشان تدعمني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. بس واشوفكم فيديو جديد.